عندنا 5-6 مشاكل شبيهة ببعض شوية. ال5-6 مشاكل دول بيقولوا في المجمل انه انا مش متفائلة، او انا متضايقة، او مش عارفة اقيم ذاتي، مش عارفة قيمة نفسي، مش عارفة اقف على ارض صلبة، او مش عارفة ابتدي منين. ده كان مجمل المشاكل اللي جات لنا. فاحنا قعدنا نذاكر وندور شوية على كلام علمي، كلام يفيدك. فحضرنا لكم الكلمتين دول بناتي الحبيبات واخواتي العزيزات. المقالة او الموضوع بعنوان 6 نصايح، لا عفوا 5 نصايح تعمليهم علشان تقدري ذاتك او تتجنبي اللو سيلف ستيم، اللي هو تدني تقدير الذات. يعني ايه الكلام ده باختصار؟ المقدمة بتقول انه انا طول الوقت او مش طول الوقت، ساعات ببقى كده ايه، شاكة في نفسي، مش حاسة بقيمتي، مش عارفة انا مين، مش عارفة ابتدي منين، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة انا زي ما بيقولوا بالانجليزي where I'm standing. 1، بطلي تتجاهلي اراء الناس الايجابية فيكي وتتعاملي انها مجرد مجاملات. يعني اللي بيقولك انتي قمر فانتي لازم تصدقي انك قمر، واللي بيقولك انتي حلوة انتي لازم تصدقي انك حلوة، واللي بيقولك انتي بنت ناس انتي لازم تصدقي ان انتي بنت ناس لان هي دي الحقيقة، واللي بيقولك انك مختلفة لازم تصدقي انك مختلفة لان هي دي الحقيقة. محدش بيجاملك، لانه ليه اصلا هيجاملوكي؟ لازم تفكري كده، ها انا ليه اصحابي هيجاملوني؟ 1، ليه الناس اللي ما تعرفنيش هتجاملني؟ فانتي 1 لازم تصدقي كل كلمة إيجابية بتتقالك. 2، تعمدي انك تعملي الحاجات اللي انت شايفة ان انت مش هتقدري تعمليها او مش هتقدري تكمليها. كتير مننا لما تتكلمي معاها تقولك انا ما اقدرش، ما اعرفش اعمل حاجة دي، ما بحبش العب رياضة، ما اقدرش العب رياضة، ما اقدرش اشتغل، ما بعرفش اشتغل، انا كبرت جدا على الشغل، انا عندي صاحبتين وما اعرفش اعمل صحاب، انا اصلا مش اجتماعيه. انتي اللي بتغذي جواكي الطاقه السلبيه وما بتصدقيش ان انتي تقدري. انا بقول لحضرتك ان حضرتك باذن واحد احد هتقدري. 3، لازم تاخدي قرار انك تغيري الطريقه اللي بتخلي بيها مخك يفكر. وزي ما بتراعي، ودي مهمة جدا، شعور الناس لازم تراعي شعورك. في ساعات كده بيبقى اسمه كده جلد الذات. أنا كان المفروض أعمل، أنا كان المفروض أسوي، أنا مش عاملة اللي عليا، أنا كان المفروض أعمل الطبخة بالبتاع الفلانية، أنا كان المفروض أتعامل مع صاحبتي بالطريقة العلانية، أنا اتكلمت مع فلان بطريقة مش كويسة. ولو انت رجعتي اصل الموضوع هتلاقي نفسك ما بتعامليش نفسك بنفس الطريقه اللي بتعاملي بيها الاخرين، ما بتطبطبيش عليها، تطبطبي على الناس التانية لكن ما بتطبطبيش عليكي. فالنمرة 3 هنا بيقولك غيري الطريقه اللي مخك بيفكر بيها، فزي ما بتعاملي الناس بالاحسان كمان هتعاملي نفسك باحسان. 4، ودي ليها علاقه بنمرة 1 او نمرة 2. ما تستغربيش قوي الكلام الحلو اللي بيتقالك. يعني لما حد يقولك انت حلوه قوي، بالعكس، طب ما انت حلوه قوي، طب ما تقتنعي ان انت حلوه قوي عادي، انت بنت جدعه. ايه التثبيت ده؟ ما كل الناس جدعان. انت بنت ناس ومتربيه، ما كل الناس متربيين، يعني ايه الجديد؟ يا بنتي اعرفي قيمه نفسك. ايوه انتي ست حلوه وست جدعه وست بنت ناس، مفيش موضوع، كتر خيرهم ان هم بيقولوا. حضرتك بقى ترجمي الكلام ده
اصدقه. واخيرا، ودي عجباني قوي، اعرفي ان انتي تركيبه فريده ومميزه، مش زي تركيبه اي حد. حاولي تستغلي ده، عشان لما هتستغلي ده هتحسي بنفسك، حماسك، شغفك، حبك للحياه، حبك لنفسك، حبك للبني ادمين. ودي عجباني قوي، لانه مفيش ولا واحده فينا زي واحده فينا. كل واحده فينا عندها تركيبه مختلفه. كل واحده فينا شكل، ليها شكل ومعنى ودماغ وطريقه تفكير وطريقه حياه. مفيش ولا واحده زي ولا واحده. انتي بقى لما تكتشفي انتي مميزه بايه عن الاخرين، ساعتها هيحصل تقدير الذات. الموضوع ده عجبني جدا، واعتقد ان دي اجابات وافيه كافيه للاربع خمس مشاكل اللي جم شبه بعض. مش بس المشكله دي، لكن لينا كلنا ساعات بنبقى عارفين احنا واقفين فين، وساعات ما بنبقاش عارفين احنا واقفين فين او نبتدي منين.